لسه جايبينها من عنده تاني اهو، وبتجيب بنزين اهو اهو. بص خلاص كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بقالنا كتير، صلوا على الحبيب عشان قلبك كتير، بقالنا كتير احنا ما نزلناش فيديوهات عن مراته وبتاع، بس انا قلت انزله مخصوص بسبب الراس دي. الراس دي احنا عملناها عند الخراط، وبعد ما عملناها جينا نشغلها، المكنه اشتغل شويه وبعد كده قطعت كبس، قعدنا نحاول فيها، قلنا عيب كهرباء، عيب حاجه، وبعد كده فكينا الراس، جينا اختبرناها بنزين من هنا لقيناها بتشر من هنا ولسه عاملينها. ارفع بقى فوق كده، فانت توقع يقول لي ايه، يقول لي للزبون ايه، يقول لك الكرباتير ده هو العيب فيه، هو اللي خلى الصباب يعلق وعمل. طيب في حد حصل له الموقف ده معانا يا جدعان؟ طب انا بقى بص، انا ما كنتش عاوز انشر الفيديو ده، انا هعمله، هنشره مخصوص عشان خاطر البتاع ده. هو الصنايعي اصلا الخراط ده شارع الحنفيه عند اطلس، عشان عمر ما حصلت الموضوع ده. يعني ازاي كرباتير يعمل لي الصباب ويعلق لي الصباب اللي لسه جديد، اللي لسه عاملينه. اي حد يكتب لي في التعليقات ويقول لي، لو اي خراط يتفرج على الفيديو ده يقول لي ينفع الكلام ده. وبرضه لو اي خراط يتعامل معاه يقول لي جلد الصباب السبعه يركب على 13 ولا يعمل مشكله، عشان نبقى احنا عارفين. احنا برضه يعني لسه جايبينها اهو واختبرناها، هو اختبرها بالولاعه وعملها، وبيقول لك ما بتجيبش بنزين. طبعا احنا ايه، انا هتك على الصباب برضه هنا اهو، هتك على الصباب عشان ايه، لو في اي حاجه اهو كده. انا اتكيت على الصباب ده وهنجربه، خليكم معايا اوعوا تروحوا في اي حته، هنجرب وهنرجع لكم. ورجعنا لكم تاني. بص يابا، تعالى بقى بص يابا. لسه جايبينها من عنده تاني اهو، وبتجيب بنزين اهو اهو. بص اهو بنزين اهو، لسه جايبينها ده، احنا لسه جايبينها من عنده اهو. نعم الصناعة اهو. طب قول لي بالله عليك، في صناعية كده يا جدعان، في صناعية كده اهو. بص اهي البتاعة لسه ما قفلناش، شايل المكنة اهي. اهم حاجة يا جدعان، بص بقى، اي راس تجيبوها من اي خراط تجربوها عنده هناك، تجربها بالبنزين من عنده هناك الاول، عشان بص اهو بمسح اهو يا جدعان اهو. بص مسحت اهو بيخر اهو. بص اهو يا جدعان اهو. يلا اهم حاجه بقى، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. واهم حاجه تكتبوا لنا في التعليقات حصل معاكم الموقف ده قبل كده ولا لا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو جديد مع قناه محمد دش فن الحرف والمنوعات.